باش تسمعوا وتتفرجوا في حكاية ما صورهاش مصور وما درسهاش باحث كهو. باش تشوفوا حكاية بربشناها هي خبر بشتنا، مش حكاية على البربشة كهو، حكاية على تبربيش مش كان في الزبلة، تبربيش في السوسيولوجيا والانثروبولوجيا والتاريخ وعلم النفس والطب والاقتصاد زاد. الفيلم هذا اللي باش تفرجوا فيه هو توثيق متاع تجربة بحثية سوسيو أنثروبولوجية يخوضها فريق مكون من باحثات وباحثين مباشرة مع البرباشة في المصب وخارج المصب. التجربة هذه ما كانتش بتحقق لولا المنتدى التونسي للحقوق السردية والاجتماعية اللي آمن بينا وخلى الفكرة هذه تتحقق ووفر لها كل الظروف باش تنجح. هذه الدراسة تحاول تجاوب على زوز أسئلة سوسيولوجية كبار: علاش وكيفاش عباد ولاو برباشة؟ يعني هل أنه الناس هذه مخيرة أم مسيرة؟ هل أن القدر الاجتماعي والاقتصادي هو اللي خلاهم يمتهنوا المهنة هذه، ولا هي خيارات فردية عقلانية، ولا منزلة بين المنزلتين؟ علاش وكيفاش الناس ولات برباشة؟ باش نجاوبوا على السؤال البحثي هذا لازمنا نقربوا من الناس بعدنا عليهم، يا أخي هما زادا بعدوا علينا. عسى أنه التجربة هذه تعاود تفكرنا اللي احنا باحثين خدمتنا هي خدمة ميدانية بالأساس، من الناس وعلى الناس وللناس. أنا اسمي مكرم، نخدم في المصب متاع الزبلة برباش. بطلت القراية وأنا صغير حسيل، دخلت نخدم في المصب. خوالي عمامي كلها تخدم في المصب. قبل دخلت نخدم، اضطرت من القراية، فهمتني. غبت برشا برا، كنت قراي معنا ونجي لول مرتين ثلاثة نجي لول، فهمتني. بعد حسيل بابا ولا يخدم مقاول، جيتوا معنا فترة، وصلنا فترة لاباس علينا بكدا معناها ماديا، فهمتي، أمورنا باهية. من بعد تدهورت أحوالنا، فهمتني. مرض بابا، الخدمة راحت عليه، فهمتني. حتى كان يخدم في خدمة، فهمتي، خرج منها. ركزنا أنا وأخواتي الكل ركزنا على المصب، والأحوال ماشية وتتدهور. صارت لنا مشاكل هنا، ضرب ومضروب، وتعرف منطقة شعبية، حي نور الفراشيش، حي نور الكباري. مشيت شديت الحبس، أنا وأخويا شدينا الحبس. شديت ربطية طويلة، شديت مرة واثنين ربطيات معنا، بعد شديت ربطية طويلة. أنا بقيتي رسام، مغروم بالرسم ومغروم بالخط العربي. هاي الربطية يعني قلت نربح منها حاجة. قلت أنا باش نعدي 5 سنين ولا قديش وباش نخرج هكاكا معناها تايه وضايع. هاي برا قلت نعمل تكوين، عملت تكوين خط عربي، فهمتني. وليت رسام وخطاط، وعملت معرض، فهمتي، في دار شباب تاع برج عامري. في كي روحت لوجت، أنا مشيت لدار شباب خدمت فيها جمعتين، تاع الوردية الرابعة قريب بحذانا، يعني حي بحجر. خدمت فيها جمعتين، ومعناها بالظهر وقتها جاء المندوب شاف الخط العربي كاتب، وانا كاتب بالخط الديواني كاتب معناها، وعمل تصويره بيزاج تاع الشين هكا. واحد عجبته التصويره وعجبه شكون عملهم، قالوا له واحد هنا ولد المنطقه يقول يسحقوها. مشوا قالوا له راهو بيه ويمشي للحبس ويعمل في المشاكل. قال انا ما ريت منه شيء، بالعكس. قال الشيء هذاك هو الخط. قال لهم تو شو ولا بطل، فهمتني. طلب عليه حاجات اللي ما كانش باش يطلبها، قال لي بي تروا وبي حتى الفيديو يطلب. والمره الاولى ما طلب عليه شيء. كي قال لي انت منين؟ قلت له قال لي معناها ولد المنطقه. قلت له هي. قال لي بيه، ما قاليش جيب وجيب، فهمتني. بعد كي بديت العباد حطوا فيها واحد يخدم معاه، حتى معناها حتى كتير ما يعرفش يكتب اسمه. لا غالب اول حاجه المشاكل باقي تتبع فينا، خاطر مازلنا في الحومه هذه، فهمتني. سواء من العباد سواء من الحاكم، قاعدتك النظريه يقولكش فلان، فهمتي، يحب يبدل، ولا فلان نعاونه، ولا كي يشوفك هكا باش تعمل حاجه يحطك عصا العجله. صارت لي قداش من مره، معناها هذيك فتره مشيت على روح.
خي شني خي واحد يعمل قضيه يقعد طول عمره يتبع فيه القضيه هذه، والقضيه شني يعارك الناس كل تعرف العارك. وتو بالنسبه للحبس نحكي عليه انه ما يهمنيش، معناها باش مش نحشم منه ما نحشمش منه. وزر عاد الحبس على السرقه وانا عديته على العرق وتيش صغر، معناها مش بيت قصيد. نرجع لموضوعنا المصب. تو هنا نقول لك مش حل قداش عندي مبطلته، واليوم باش نمشي عندي من قداش تو جمع ولا تخناقت ما نجمش نمد ايدي لحتى واحد. والواد شكون باش يصرف عليه وشكون باش يشري له دواء؟ تو كان واقف على الماكله والشراب والله لعل ما راهي تستعمل في 6 ولا 7 دوايات، دواء غصه ودواء قلب ودواء سكر ما شنو. الحسير قلت لكم ندور ونرجع للمصب، ما سمح حتى نقعد 3 4 ايام في الدار نرتاح، بعد نمشي نرجع للمصب. وصلت كنت عام 4 شهور في المصب، عام الجيتون غادي المصب ساكن غادي باش ما نجيش هنا ونصرف، فماش مفضل فماش نبعث غادي. روحت قعدت 3 ايام، زدت كالعاده رجعت قعدت 3 شهور. حسيلو العام روحت فيه 4 مرات المصب، هذا كله ما خلطش. كيف تعبت انا غادي، كان الريحه تاع الغاز هذيك وحدها 100% هذيك مرض، هذاك ريحة الغاز المصب ما كريتو كيفاش اطلع اهبط مش خدمة سهلة. واحد قاعد وعرفتها يجري ورا كاميون ينقص فيه هذا بشغل طيخ وباي ولول، فهمتها؟ وانا ساقي معنا ما نسمحش، فهمتني؟ ما لقيتش حتى حل، معناها فاش كدا نغزر لها سكت جملة في وجهي، ما عنديش حتى حل. كيف انا تو خطاط وشو قاعدين نستنى وقتاش تجيني خدمة باللي جا ثم خدمة بتاع تصوير في حاجين، ولا هو عندي خط عربي، ولا هو عندي نعشني نعرف على وقت تجيني الخدمة، ولا يصلح لي بارابول، ولا يركب لي يجي التلفزة ما تمشيش، ولا فهمتها تو؟ فهمت شنو؟ حرت من الاخر. في 2016 في الحظيرة ما عنديش معناها رئيس مباشر، فهمت؟ نهزك الكروسة نتاعي وننطلق في الكياس نخدم على روحي. واحد يقول لك مثلا اخدم لي كذا، باخر يقول لك اخدم لي كذا ويعطيوك، ما فهمت؟ نروح باللي كتب ما عند ربي، فهمت؟ ابار شهريتي هي شهرية على قد الحال، معناها في الزون تاع 350 معناها 400، فهمت؟ تابع مقاول. بعد ما نكمل الخدمة نمشي نلم شوية بلاستيك شوية خبز، فهمت؟ باش نعاون روحي، فهمت؟ مسؤوليتي معناها عندي 2 صغار، ايش باش يوكلهم ايش باش يشربهم. بيبي كان عمره معناها نقول احنا 3 سنين عامين ونص، معناها يلزمو حليب، يلزمو معناها ماكلة معناها باهية، يلزمو حوايج خاطر هو عمال يكبر. والراجل معناها نقول احنا شهريته ما تكفيهوش، الحق نتاع ربي. منها ماء، منها كري، منها ضوء. شنو يخدم في قهوة معناها ياخذ في معناها في 20 في النهار، يتكيف منها، يجيب الكتب من الدار، معناها تعمل شيء. راهو في تونس مع الغلاء ومع معناها مع 2 صغار مع كريم ماء ضوء، معناها تلقى روحك معناها مشنوق، يلزمك معناها تدبر راسك، معناها تشوف حلول أخرى. الدولة ما لقاتليش حل، معناها نلقى حل روحي شنو مورد رزق آخر، فهمت؟ جيت بريود معناها البلاستيك ب17 دينار، فهمت؟ يعني واحد ولا معناها أو يلقى حل فيه، فهمت؟ كي يبيع 3 كيلو بلاستيك ولا 4 كيلو بلاستيك يروح متعشي هو ووليداته. كي يبربش يلقى شوية حوايج متاع صغار يطيشوهم في البوبيل، فهمت؟ نضيفين نهز نغسل ونلبس ولادي، ما مانيش قادرة باش نشري.
يعني مع الغلاء جديد كيف غالي، والفريب غالي. طيشوا قصص، نهز قصة نقاري بها ولادي، نجي نهز الكتاب ونوري في ولادي ونقول لهم اقراوا على رواحكم. مانيش نادمة اللي انا قريت، اما اللي ندمت عليه انه معناها ما تلقاش حل في بلادك. لازمك تعدي كونكور، والكونكور هذاك سا ديبون معناها ما يقبلوكش بيه، معناها الكونكور هذاك معناها تحت الطاوله، الكل الناس معروفين معناها مميزين، عارفين رواحهم وماشيين، حتى عندهم نيفو، فهمت؟ حتى النيفو ما عندهمش معناها، وشادين لي بوست وهما اللي يديريجو. تبربيش لقيتو حل، تبربيش ما فيهوش كتاف، هز شكايرة واقصد ربي، توكل على الله. اللي تلقى بلاستيك خبز يتباع ويجيب لك، قول احنا يجيب لك عشاء اولادك، تبدا انت قانوع وتعرف روحك معناها علاش قادم، وربي سبحانه هو اللي قول قسم الارزاق. واحد ونعم بالله، وكا واش يقول الواحد كان ونعم بالله. موجودة الدولة بالنسبة للبرباشة؟ أي موجودة، أما كضمير مستتر ولا كيما فعل مبني للمجهول، كحضور مضر. موجودة باش تأكد القضاء والقدر. يمنوا إنه الدولة ما تعاونهمش، ما تنجمش تعاونهم. هيك علاش يمنوا إنه الخلاص الفردي هو الثنية الوحيدة ليهم، النساء ورجال اللي لقاو المسعد الاجتماعي عمبان ودروج مهدم، وحتى النفق ما فماش نور في الآخر متاعو، رغم برشا يسكنوا في بلايص اسمها حي النور وحي السعادة وحي الانتصار. هيك علاش رضاو يعيشوا كما تقول أغنية حماني، المهم إنهم يعيشوا أو بالأحرى ما ينقرضوش. نخدم روحي خير بالحلال وناكل داري، فهمت؟ بالحلال، وكان زي ما نموت هنا عادي يعني، خلق رجلهم دارنا ياكلوا بالحلال. ما عندكش حاجه تحب تقولها؟ انا ميساج نوصلوا، ميساجي انا معروف، ميساجي انا معروف. تونس هذه خلي شو تلفتوا لعبادك الزواول اللي ما عنديش بالحق، مش ما عنديش انا، مش واحد يخرج انا ما عنديش، يلوجوا لا يشوفوا العباد بيتهم بالعشاء بالرسمي صح، اقسم بربي العظيم مكرونه فيها 50 جرام طماطم وقرن فلفل وتعشوها يرقد يروح. عباد ما عندهاش برا تلزي، مش يجوا هنا المصبه هذا ناخذ مروح، ما خير الواحد يمد يديه يمشي الحبس بجرب. انا قلت لك الدوله ما تعطيني حتى شيء وتصيبني وكاو، خاطر ظالمني برشا أنا. بالوثائقي هذا حاولنا نقدم إجابة علمية وصورة صادقة وأسس متاع حلول الناس اللي تعاني ونسيتهم الأغاني، كيما نسيتهم الدراسات والسياسات والحلول. الناس اللي ممكن ما تشكيش وما تحتجش وما توزنش سياسيا، الناس اللي الفيلم هذا حب يوصل صوتهم وصورتهم ولو في بعض الدقائق. مستقبلك تشوف صاحبي، مستقبل لهنا هاك تشوف واحد غارق، فهمتني؟ في الزبله ولا ثم، فهمتي؟ لا مستقبل لا ثم حتى شيء. الكلمه الاخرى صاحبي، واحد نطلب من الدوله انا تشوف لي حل، تشوف لي حل برجوليه. كي تشوفيني حماة الحمى، فين الانشوده نتاعنا؟ هالمو يا ودي انا هالمو فين؟ ترى واعطونا حل ترى.